الشهري مدرب المنتخب السعودي ايش قال الامطار وارضيه الملعب سبب خسارتنا، ولو شارك منتخبنا الاول الذي فاز على الارجنتين في المونديال بدلا من فريقنا الحالي لم يكن ليفوز ايضا. ملعب المباراه افتقد للتصريف المياه المثالي. مايد يعني حقيقة هو اليوم الجو مش جو، يعني خاصة الشوط الثاني مش جو فريقين، يعني حتى لو عندهم امكانيات مش حد ما يقدرون يظهرون امكانياتهم في ظل المطر، لان الكرة ما تمشي، الكرة تموت في ارضية الملعب في الشوط الثاني. لكن ايضا مهما كان خالد يعني ايضا في قدرات، يعني ما اعتقد انه يعني الشهري يعني بامكانيات لاعبين الفريق الاول المتمرسين، يعني حتى الفريق السعودي للعلم الفريق الاول والفرق الخليجيه عموما. احنا كلنا نلعب مع الفرق الاسيويه، مره نلعب في سنغافوره، مره نلعب في ماليزيا، مره نلعب في تايلاند، في كوريا، في اليابان، في استراليا، كلها امطار يعني جربناها، ويفوز الفريق السعودي الاول هناك يعني في الامطار وبين جمهورهم. فما اعتقد يعني ما وافق الكابتن الشهري في هذا التصريح، لان الفريق السعودي يفوز في خارج ارضه في امطار مع تايلاند ومع كوريا واستراليا فيفوز. لكن هو نقدر نقول اليوم ارضيه صح، الارضيه غير صالحه للعب الكره بشكل جميل، نتفق مع لاعبين ممكن القوه البدنيه خانتهم، لان الفريق العراقي اقوى بدنيا اسرع حماس. هاي ايضا عمل فروقات اليوم بين الفريق العراقي والفريق السعودي. فاحنا نقول السعوديين مهما رغم انهم خسروا اليوم 2-0، لكن ايضا حقيقه اللاعبين اظهروا ايضا شجاعه، قاتلوا ما خسروا بنتيجه كبيره. فقط اثنين يعني يلعبون مع مهما كان يلعبون مع صاحب الارض ومع الجمهور والفريق المرشح للبطوله. فريق تم تجميع شكل ما قال الكابتن ناصر قبلها باسبوع 3 ايام، هذا الفريق والمدرب جديد عليهم. هذه ايضا اسباب، يعني اسباب الخساره مش اسباب فقط ارضيه الملعب.